من مصر للسعودية لأول ست مصرية عربية تاخد منصب في الداخلية الأمريكية. الأمريكان قالوا عنها ست ب100 راجل. أثبتت إن الست المصرية تقدر تعمل كل حاجة، وبشغفها وشطارتها اتكتب اسمها في كل الصحف العالمية. يا ترى مين هي سارة شندي، الست اللي كسرت الحواجز وقالوا عنها الأمريكان ست ب100 راجل؟ تعالوا نعرف إيه الحكاية. سارة شندي البنت المصرية اللي قدرت تبقى أول رقيبة شرطة مسلمة مصرية في أمريكا حاجة مش بسيطة وبتاخد مجهود كبير علشان تتحقق، بس سارة عرفت تحققها وعرفت ترفع اسم مصر في أمريكا. سارة اتولدت في السعودية وعاشت ما بين هناك ومصر لحد ما وصلت 6 سنين، وبعدها أخدت عيلتها والقرار إنها تهاجر لأمريكا سنة 1991، ومن وقتها بدأت رحلة طويلة ما كانتش سهلة خالص، لكنها كانت مليانة إصرار وتحدي. من وهي صغيرة وهي مبهورة بالشرطة وبالقانون وبالزي الرسمي، كانت دايما شايفة إن الشغلانة دي مش بس سلطة أو بدلة، لا كانت شايفاها طريقة تساعد بيها الناس وتعمل فرق حقيقي في حياتهم، وده اللي خلاها تمشي في طريق مش سهل، خصوصا وهي ست مسلمة وعربية في بلد لسه جزء كبير من الناس فيه بيشوف المسلم والعربي بشكل مش دايما إيجابي بسبب اللي حصل بعد 11 سبتمبر. رغم كده قدرت سارة تثبت نفسها وسط أكتر من 32 ألف ضابط شرطة في أوهايو، وتبقى أول عربية مسلمة توصل لدرجة رقيب. كمان اتعينت قبل كده كأول مديرة من أصل مصري مسلم في مكتب إنفاذ القانون والتوظيف في الولاية، وده لوحده إنجاز كبير مش بس ليها لكن لكل البنات اللي عندهم نفس الحلم وبيحسوا إنهم مش هيوصلوا لمكان بسبب خلفيتهم أو دينهم. الطريق ما كانش مفروش بالورود، واجهت كتير من الشك والخوف والصوت اللي بيقول يمكن ما ينفعش، لكن مع الوقت فهمت إن أكبر عدو للواحد هو نفسه وأفكاره السلبية، وإن السر الحقيقي للنجاح هو إنك تصدق في نفسك وتكمل حتى لو الناس كلها مش مصدقة فيك. عيلتها في الأول خافت من قرارها تشتغل في الشرطة، بس مع الوقت لما شافوا تأثيرها الإيجابي وشافوا شغفها وفخرها بالشغل اللي بتعمله بدوا يفتخروا بيها هم كمان ويشجعوها على طول، وده كان فرق معاها جدا خصوصا في الأيام الصعبة. سارة بتحب مصر جدا رغم السنين الطويلة اللي عاشتها بره، إلا إنها قالت في تصريحاتها في المصري اليوم إنها لسه محتفظة بعاداتها وثقافتها، بتحب تسمع الآذان وتشوف المساجد، ولما بتزور مصر بتحس إنها في حضن بلدها. بتحب تتكلم عربي، وعيلتها كانت حريصة من وهي صغيرة إنها تفضل تتكلم عربي في البيت حتى لما كانت زعلانة من ده وهي صغيرة، لكن دلوقتي شايفة إنه من أهم الحاجات اللي حصلت في حياتها لأنها بتساعد بيه ناس كتير في شغلها. من الأكل المصري بتحب الفول والكشري، وبتقول إن مفيش أحسن من أكل ماما، ودي حاجة كلنا متفقين عليها. هي كمان مش متابعة التلفزيون المصري لكنها بتحب تسمع عمرو دياب وتامر حسني، وبتقول إن الفن المصري ليه طابع خاص وإنها بتحب تكون محاطة بناس شبهها في الدين واللغة والثقافة. ومن خلال تجربتها بتوجه رسالة لكل ست ولكل بنت بتقول لهم خليكوا على طبيعتكم، ما تحاولوش ترضوا الناس ولا تجروا ورا مقاييس شكلها مزيف، اسمعوا نفسكم وصدقوها واهتموا بدينكم وصلاتكم، لان دي الحاجات اللي بتدي للواحد طاقة حقيقية وسلام داخلي. سارة شندي مش بس رقيبة شرطة، هي قدوة حقيقية لكل واحدة شايفة ان الطريق صعب او مش ممكن يتحقق الحلم. سارة بتقولك مفيش مستحيل طول ما في ايمان وإرادة وقلب بيحب يساعد الناس.